فضيحة وفضيحة كبيرة. رفض المنتخب الوطني الانجليز، ترفض المنتخب الوطني لإقامة مقابلة ودية في الانجليز بريطانيا. مشكلة. وحاول الدراجي ساقر وكلشي ساقر، حاول الدراجي خرجها، غير خرجها، الناس كاع هضروا عليه. تعرفوا لينا في التبهديله ولينا اضحوكه. تعرف هادشي علاش راهم يرفضونا حافظ الدراجي؟ من السلوك ديال الجماهير اللي مشات لكاس افريقيا وقبل وقبل وقبل. رانا عاد ندوروا، تخيل رانا ندوروا في الطاليان ونديروا في اسبانيا لعله وعسى يقبلونا. شتا حافظ الدراجي في المستوى فين وصل الحاضر؟ ولا الدول ما تقبلش تلعب من لعبوا عندها مقابلات وديه. المغرب هو برمج مقابله وديه في اسبانيا ومقابله وديه في فرنسا وعادي وعادي. حنا لا، حنا رفضونا في بريطانيا، رفضونا لانه حنا ما صالحينش من الاخر. هذه رساله لك في الدرجه باش تتعلم تهضر، وما قديتش تهضر على هذا المشكل هذا اللي ترفض فيه المنتخب الوطني يلعب في الانجليز، وغادي ترفضنا اوروبا كامله والايام بيننا ونبقاو ندورو ما نسيبوش حتى فين نلعبوا. هذه من جهه. حفيظ الدراجي علاش ما تنظمش كاس افريقيا؟ راه لاكاف هي في ورطه، المغرب خلى لاكاف في ورطه، المغرب ورط لاكاف ورطه كبيره. علاش؟ لانه المغرب طلع النيفو هنا وبغى يطلع بهم النيفو هنا. هذوك الاتحادات والدول اللي ما باغياش تطلع ببلادها باغيه المستنقعات وباغيه. علاش هي دارت هذه البروباغندا على المغرب وكنا هضرناها في الوقت ديالها؟ لانه المغرب هرب عليهم وهما خايفين. المغرب زاد قلع ومشى. يعني كيفاش خصنا نديرو؟ خصنا نبقاو نكذبوا على الشعب. باش نكذبوا على الشعوب ديالنا هذه ديال افريقيا والعربيه بالخصوص، نكذبوا عليها. المغرب يشري الحكام، دار هجموا عليه، الملاعب بالذكاء الاصطناعي ما كاش طاطات. بصح من جينا للواقع صرنا غير المغرب ضرب. ولا دوله تقدمت بالدوسي. هيا كينيا انسحبت، ها تنزانيا قالت لك اودي انا ما نعرف ننظم ولا ما ننظمش. شفنا الكونغو ما جاش، ما كانش ملاعب، ما كانش ملاعب، ما غاديش يوصلوا حتى ل 2029 وما يكملوش. البلدان هذوك ثلاثه ما غاديش يقدروا ينظموا. يعني الغرقه اللي غرق فيها موتسيبي، وغدوه كاين اجتماع مهم على هذا الشكل بعد الطرح هذا. مخليني ما خاصو يتدخل في اللجان. اليوم عاد هو فاق التحكيم بلا فضيحه. اليوم عاد فاق لجنه العقوبات، قال لك خاصو يتدخل حتى في لجنه العقوبات. اليوم عاد هو فاق. يعني كاس افريقيا وحده دارت في المغرب في مستوى عالي في 9 ديال الملاعب ورطت افريقيا كامل. خلاتهم يتخبطوا دول برؤساتهم بكل شيء، يتخبطوا ما عارفينش فين غادي يتجه. مثلا حنا علاش ما قادرينش ننظموا حافظ الدرجه كاس افريقيا؟ تعرف علاش ما قادرينش؟ لانه عارفين راسنا ما غاديش نسلكوها، ما غاديش نوفروا 9 ديال الملاعب، ما غاديش نوفروا كل فرقه بملعب التدريب، ما غاديش وبزاف. ما عندناش الفنادق، ما عندناش، ما نخليوش الناس يدخلوا، الشعب يدخل. يعني كارثه. هادشي اللي ما نقدروش ننظموا كاس افريقيا، ولكن نقدروا ننظموا مقابله مع دوله وهميه جايه 200 دول. هذه عادي، هذه جاريه بها العادي، غير باش نبينوا للشعب ومنهم مسكين الشعب يمشي. اليوم ها هو موتسيبي حاصل. علاش؟ لانه موتسيبي شكون اللي دا في الغلط؟ داو في الغلط، حتى هو مشى معاهم في الغلط. صحاب له راه غادي يصيب شكون اللي غادي ينفعه وينظم له لا كوب دافريك ويعاونه كيما المغرب طلع به حتى لهنا، ولكن هو باغي المستنقع. خليهم في المستنقع. ها هو اللي جاي يتفرج فيكم ويقصر عليكم ويضحك، لانه ما يمكنش دوله دارت لك ملاعب 9 ديال الملاعب، دارت لك كل فنادق عالميه، وتجيو نتوما تستفزوا ودروك هانتوما حاصلين ما قادرينش تنظموا. ماشي عيب هذه؟ ماشي فضيحه؟ ماشي كارثه؟ تهربوا من التنظيم ديال كاس افريقيا 27، تهربوا من التنظيم 28، تهربوا من هاد الحوايج هذه. ماشي تبهديله هذه كبيره؟ ماشي مستوى منحط هذا تحطوا فيه؟ ملاعب ما الناس ما قابلناش باش يلعبوا في الدول ديالها. بريطانيا ترفضنا، ايطاليا غدوه ممكن ترفضنا، اي دوله ممكن. فرنسا ما كاينش بعد اصلا، ما تقبلناش. اسبانيا محال. يعني فين غادي نلعبوا؟ وريونا فين غادي نلعبوا. وهذا الشيء كل شيء بتحت الاعلام الزيكو، وبتحت حافظ الدراجي، وبتحت الناس اللي كانوا متواطئين في هذا الشيء. ما كانوش ينبهوا الشباب وينبهوا الجمهور اللي مشاو لاكوب دافريك باش ما يديروش هذه الفضائح. يعني حنا ولينا. وزيد كاس العالم ديال امريكا، شكون اللي غادي يمشي؟ لكاس العالم ديال امريكا؟ ما تقدرش تمشي. تعرف المبالغ ديال التيكيات غاليين، الطيارات غاليين، الفيزا ترامب دار عليك الفيزا تخلص $15,000 كفاله. يعني كل شيء هذه الفضائح ديال الاعلام
مريض، اعلام زريبه، صحافه الزيكو زريبه، داو الشعب في الغلط، يكذبوا على الشعب، مؤامرات، بروباغندا، وغير باش علاش؟ لانهم كانوا خايفين من المغرب، لانه المغرب بان هنا هرب. هو حتى ازمه الفيضانات والمعامله اللي تعامل بها غادي يساعد الشعب ديالو ويوقف مع الشعب ديالو، وراه يغسل المدينه وكذا منا باش يرجع الشعب ديالو. كل شيء هذا في الانظار العالم يشوف فيه. ولكن حنا فيضانات اللي فاتت في غيليزيان واش رجعنا الشعب؟ واش شفنا الشعب؟ هذا هو الغلط. ولكن يخرجوا لك ذباب، يخرجوا لك بنادم يهضر، يخرجوا لك منا يكذبوا، يغلطوا في الشعب، باجات منا بعضات، كل شيء كذبوا، كل شيء تزور. ولكن الواقع المغرب هارب في كاع الهزمات اللي فاتت عليه، ومع ذلك كان واقف وشاد لانه عنده 12 قرن. ما نقارنوش، هذا هو المشكل. لا فريق راه في القضيه حصلوا غادي يمشيو يسلموا على جنب المغرب. هذاك السينيغالي اللي دار هذا الشيء هذه وهذه الفضيحه، يلا قول له نظم كاس افريقيا. هذا المدرب تاعو ورئيس الاتحاد السينيغالي، نقول لهم نظموا الا قدموا. ما قادرينش تنظموا حتى دوري ديال رمضان. افريقيا هذه ما قادرش تنظم حتى دوري ديال رمضان. تبهديله